السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم وكل سنة وانتم طيبين ويا رب تكونوا في احسن حال. ازازة المايونيز بره معدية، فاحنا قررنا نعمل المايونيز، وبسيط جدا 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 وسهل وما فيهوش اي افتكاسات. اللي احنا عايزينه، عايزين كوباية لبن مشبرة. انا هعمل كمية قليلة، مش هعمل كمية كبيرة، يعني انا بحب ان انا اعمله على طول باستمرار يعني. فانا هعمل نص كوباية زيت. زيت بس يكون زيت نظيف، ما يكونش ليه ريحة برضو مشبرة. انا هعمل لما تيجي اعملي اللبن قد الزيت بالظبط ونفس المج. يعني هما المجين اهم، نفس الكمية بالظبط. مش هنعوز بقى غير خلاط. في ناس بتحط جبنة مثلثات، وفي ناس عشان تربط، لكن انا هعرفك التشبيرة ديت اللي احنا عاملينها في التلاجة هي اللي هتربط لي المايونيز. اهو، شايفين ان هو مشبر دوت، هو اللي هيربط لي المايونيز. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. هنبدأ نحط اللبن المشبر معانا اهو. بسم الله. الزيت بقى هنحطه في اي حاجة فيها بوز عندك، يعني حاجة فيها اي حاجة فيها بسبوس ممكن تحطي فيها الزيت عشان هننزله من فوق. كده هبدأ اشغل الخلاط. بسم الله. هنشيل ديت وهنشغل الخلاط، وهنبدأ ننزل الزيت سرسوب. وهنبدأ ننزل الزيت بالراحة جدا علشان خاطر يربط، وبنضيف كمان معاه معلقة خل صغيرة. عايزة اوريكي بقى السمك بتاعه بعد ما اتضرب. شايفة؟ شايفة سمك احلى مايونيز ممكن تعمليه، وبخطوات بسيطة جدا. هتعملي كوباية لبن مع مشبرة مع كوباية زيت مشبرة ومعلقة صغيرة من الخل وحبة ملح، رشة ملح. شايفة؟ شايفين الكمية قد ايه؟ من نص كوباية زيت ونص كوباية لبن مشبرين. شايفين كمية المايونيز ديت؟ بنجيبها بره بكام؟ بتبقى بحاجة ب30 جنيه، ب39 جنيه، وأرقام غريبة جدا يعني. حاجة سهلة ومكونات موجودة عندنا في كل بيت. مخدناش غير نص كوباية زيت ونص كوباية لبن وعليهم رشة ملح ومعلقة خل، وبالهنا والشفا. ما شاء الله. شايفين عملنا بطرمان كامل اهوت، يعني ربع كيلو من نص كوباية زيت ونص كوباية لبن. يعني دي بره بتتباع بمبلغ وقدره، وتحفظيها عندك في التلاجة وتستعمليها زي ما انت عايزة. في البطاطس بقى، في البانيه والحاجات الحلوة كلها تعمليها لولادك، وكل ده من نص كوباية زيت. ما تنسيش الشير واللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.